بيان إلى الرأي العام. نحن حركة المرأة الشابة في جريسبيت الأبيض ندين ونستنكر الهجمات الوحشية واللا أخلاقية التي تتعرض لها المرأة الشابة في كل أنحاء العالم وفي أجزاء كردستان خاصة، والذي يشكل تهديدا على مصيرها ومستقبلها. مستقبل تلك المرأة التي يتم التحكم بمصيرها وإرادتها، وعاملها كل من العائلة باسم الدين والدولة والدواعش كعبدة وخادمة للبيت والرجل والأطفال، وبيعت واشتريت وكمادة احتكرت لصالحهم، كما قتلت وأحرقت وقمعت وعندما دافعت عن حقوقها وكرامتها وإرادتها وحياتها الطبيعية. أما اليوم وبفضل فكر وفلسفة وجهود القائد عبد الله أوجلان، خرجت المرأة من قبرها وأخذت تلعب دورها الفعال والحقيقي في حماية وبناء وفي شخص المرأة الشابة سروين البالغة من العمر 23 سنة من هولير، حيث أحرقها والدها. نستذكر كل النساء الذين تعرضوا للعنف والقتل بكل أشكاله، ونعاهدهم كنساء شابات بأن نكثف من جهودنا ونضالنا حتى نبث جنجيانا